أصدقائي وأعزائي المشاهدين، أهلا بكم. لجنة التظلمات بتصدم نادي الزمالك وبيراميدز بعد التأجيل أكثر من مرة. أصدر المستشار محمد عبد صالح رئيس لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم قرار في شأن التظلم المقدم من نادي الزمالك وبيراميدز. نادي الزمالك وبيراميدز اتقدموا بالتظلم للجنة التظلمات على القرار الصادر من رابطة الأندية بعدم إلغاء 3 نقاط من النادي الأهلي في نهاية الموسم. ورابطة الأندية كانت أصدرت قرار من قبل بخصم 3 نقاط من النادي الأهلي في نهاية الموسم واعتباره مهزوم في مباراة القمة. بعدين رجعت وعدت القرار بتاعها مرة ثانية وألغت القرار بخصم 3 نقاط من النادي الأهلي في نهاية الموسم واعتبرته مهزوم من الزمالك فقط. وكانت رابطة الأندية اتخذت القرارات دي ضد النادي الأهلي بسبب عدم حضور النادي الأهلي لمباراة القمة في الجولة الأولى من الدور الثاني. ورابطة الأندية اعتمدت على قرارها بإلغاء خصم 3 نقاط من النادي الأهلي في نهاية الموسم بتعرض النادي الأهلي حالة طارئة، وهي عدم حضور حكام أجانب للماتش. المستشار محمد عبد صالح بعد ما استمع لأقوال عزت طه رئيس لجنة المسابقات برابطة الأندية قرر تأييد قرار الرابطة بعدم إلغاء 3 نقاط من النادي الأهلي في نهاية الموسم، وأكد على صحة الأسباب والأدلة اللي استندت إليها رابطة الأندية في عدم إلغاء 3 نقاط من النادي الأهلي في نهاية الموسم. وبكده يكون شكل النهائي لترتيب الدوري قبل نهاية الدوري بجولتين على النحو التالي: النادي الأهلي في الصدارة برصيد 52 نقطة وفرق نقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 50 نقطة. نادي الزمالك في المركز الثالث برصيد 41 نقطة. ونادي الزمالك له الحق انه يطعن على قرارات لجنة التظلمات امام اي محكمة دولية خاصة بالمجال الرياضي. دمتم في امان الله وحفظه، ولو اول مرة تشوفونا ما تنساش تعملوا اشتراك ولايك.